عمرك دخلت في علاقة وحسيت إنك بتتعلق زيادة أو حد اتأخر في الرد نص ساعة فقلبك قلب عليه اليوم كله؟ عمرك زعلت من كلمة بسيطة بس رد فعلك كان أقوى كتير من الموقف؟ طب اسمح لي أسألك السؤال ده، هو أنت اتضايقت ولا الطفل اللي جواك هو يتوجع؟ النهاردة هنتكلم عن الطفل الداخلي، مش ككلام تنمية بشرية لطيف، لكن كجزء حقيقي جدا جوه كل واحد فينا، يا إما واعيين بيه يا إما سايبينه يسوق حياتنا من غير ما ناخد بالنا. مبدئيا كده، يعني إيه الطفل الداخلي؟ الطفل الداخلي هي النسخة المصغرة منك اللي اتشكلت من أول بيت، أول حضن وأول خناقة، أول مقارنة وأول رفض. هو مش بس الذكريات، هو مشاعر اتخزنت. مرة اتقالك اسكت ما تعيطش، مرة اتحركت قدام ناس، مرة احتجت دعم ومحدش كان فاضي، مرة حسيت ان لازم تكون مثالي عشان تتحب. كل لحظة زي دي بتسيب بصمة، ومع الوقت الجسم كبر والعقل كبر، بس في حتة جواك فضلت عند نفس السن اللي اتوجعت فيه. طب ازاي اعرف ان الطفل ده لسه هو اللي بيتصرف؟ اول حاجة الحساسية الزايدة. اي نقد حتى لو بسيط بيتحول في دماغك لرسالة واحدة: انا مش كفاية. وده مش صوت الشخص بالغ، وده صوت طفل كان بيتقيم دايما. تاني حاجة الخوف من الهجر. بتتعلق بسرعة، بتخاف حد يمشي، بتتنازل عشان العلاقة تكمل. ليه؟ لأن الطفل اللي جواك فاكر إن الحب مش مضمون، وإنه لازم يعمل حاجة عشان ما يتسابش. تالت حاجة إرضاء الناس على حساب نفسك. مش عارف تقول لأ، مش عارف تزعل حد، بتحط نفسك في آخر القايمة. لأن زمان يمكن كنت بتحس إن قبولك مرتبط بطاعتك أو بهدوءك أو إنك مش بتعمل مشاكل. رابع حاجة الغضب الطفولي. لا إما تنفجر فجأة أو يا إما تسكت وتقطع كلام وتعمل بلوك نفسي. الطفل ما يعرفش ينظم مشاعره، هو يا أبيض يا أسود، يحب الشخص قوي يا إما يكرهه جدا ما يكلمهوش. خامس حاجة اختيار أشخاص شبه الجرح قديم، وده أخطر نقطة. كتير نختار ناس شبه الأب أو الأم يتعبونا وجرحونا، مش عشان احنا غلابة، لكن عشان الطفل اللي جوانا بيحاول يصلح الماضي، بيختار نفس النوع على أمل إن المرة دي ياخد الحب ما خدهوش زمان. طب امتى نقول ان الطفل بدأ يكبر؟ لما يحصل وعي، لما تبدأ تقول انا اتضايقت قوي بس واضح ان ده لمس حاجة قديمة، لما تفصل بين الموقف الحالي والماضي يتخزن جواك، لما تبطل تلوم نفسك على مشاعرك وتبدأ تفهمها، لما تقول انا محتاج امان بدل ما تقول انت دايما بتسيبني. الفرق ضخم. الشخص البالغ بيعبر لكن الطفل بيصرخ. طب ليه اوقات بنخاف نكبر الطفل ده؟ عشان يوجع. مواجهة الطفل الداخلي معناها انك هتفتح ملفات قديمة، ذكريات يمكن كنت فاكر انك نسيتها بس الحقيقة انك ما نسيتش، انت بس اتعلمت انك تتعايش. الفرق من انك ناسي وانك مدفون جواك. طب يا دكتور ازاي نشفي الطفل الداخلي اللي جوانا؟ اول خطوة اسأل نفسك السؤال ده وقت الزعل: انا متضايق من دلوقتي ولا من حاجة حصلت زمان شبهها؟ السؤال ده لوحده بيغير رد الفعل 180 درجة. تاني خطوة اكتب رسالة لنفسك الصغيرة. تخيل نفسك عندك 6 سنين او 10 سنين او السن اللي انت حسيت فيه باكتر وجع في حياتك، واكتب له انا مصدقك، اللي حسيت بيه كان حقيقي، انت مش ضعيف، انا هنا علشانك. التمرين ده بسيط بس تأثيره عميق جدا وما تتخيلهوش. تالت خطوة اتعلم تحط حدود. الحدود مش قسوة، الحدود امان. لما تقول لا انت مش بتهد علاقة، انت بتحمي نفسك. والطفل اللي جواك بيتعلم ان الحب مش لازم يكون على حساب كرامتك. طب ايه الفرق بين ان انت تبقى ناضج وبين انك تبقى بارد؟ في ناس فاكرة ان الشفاء لازم تبقى جامد، مش بتتأثر، مش بتزعل. لا، النضج انك تحس بس ما تسيبش احساس يسوقك، تزعل بس تعرف تهدي نفسك. واخيرا رسالة مهمة جدا ليك: الطفل اللي جواك مش مشكلة، هو مش عيب، هو مش ضعف، هو جزء جميل قوي. لو اتعالج صح هيخليك حساس متعاطف وعميق، بس لو اتساب لوحده ممكن يخليك مندفع خايف ومتعلق بزيادة. الموضوع مش اننا نقتل الطفل، الموضوع اننا نمسك ايده. الخلاصة: يمكن طول عمرك
فاكر انك محتاج حد يحتويك، يمكن فعلا محتاج، بس اهم، هل انت احتويت نفسك قبل كده؟ الطفل اللي جواك مستنيك، مش مستني شريك ولا صديق ولا حد ينقذه، مستني النسخة الكبيرة منك تيجي تقوله خلاص انا هنا وهنكبر سوا. وبس كده، كان معاكم دكتورة أمل دانيال، دكتورة في الصحة النفسية. لو عجبك الفيديو اعملي لايك واعملي اشتراك، ولو استفدت منه شاركيه مع اصحابك. سلام.